الحقيقة اليوم كان تأبين لسيدة ومناضلة نادرة من طينة نادرة. اش نقدر نقول على جميع على زهراء أصغار، وقبلها جميع أصغار الأخت ديالها والمناضل الكبير سي محمد أصغار. عائلة ناضلت وناضلت وناضلت من أجل مجتمع سليم، ومن أجل مجتمع عادل، ومن أجل الأختين جميعة وزهرة، من أجل المرأة ناضلوا ببساطتهم بمسائلهم العادية، نساء عاديات من مجتمع من منطقة شعبية حاربوا بجميع ما كيملكوا باش تكون المرأة كتقول اليوم صوتها، وباش اليوم حنا نقدروا نخرجوا ونقدروا نهضروا بحال هكذا. لأن هما كانوا كيقولوا لي بنتي عتيقة، فيما يكون لقاء، فيما تكون ندوة، فيما تكون اتحاد يسري لهم في الجسم مجرى الدم في العروق، لدرجة أن الأم زهرة آخر كلمة كتقول فقدت الذاكرة، ولكن بقات كتقول الاتحاد الاشتراكي. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه المرأة اتحاد لا هي ولا اختها ولا خوها، كان اتحاد في العروق ديالهم، اتحاد في الدم ديالهم، اتحاد كان موطنهم ومكانتهم. هما خلوا لنا عدة اشياء اللي حنا كناخذوها اليوم. حقا هما ماتوا جسديا، ولكن الاثار ديالهم والنضال ديالهم باقي هو الخطوه والقدوه ديالنا. وشكرا. العلاقه ما بيني وبين الحاجه زهراء أصغار هي الخاله بمثابه الام. فالحاجه زهراء أصغار من المناضلين السياسيين أبناء الحي المحمدي، دوزوا الاعتقال التأسفي والقسري، كما دوزت الكوربيس بجميع أنواع وأساليب التعذيب. فاليوم كان الاتحاد الاشتراكي دار لقاء بعنوان وفاء وعرفان، وهي مضمون الوفاء والعرفان. كتحضروا معنا اليوم اللقاء اللي منظمه الكتابه الاقليميه لحزب الاتحاد الاشتراكي قوات شعبيه لاقليم عين السباحي المحمدي. هذا اللقاء اللي فيه لحظه عرفان ووفاء، المناضله قدمت شيء الكثير للوطن ديالها والبلاد ديالها والحزب ديالها، هي المناضله زهراء أصغار، واللي عانت الويلين ايام سواء المقاومه سواء من النضال من اجل الديمقراطيه في البلاد، وهذا رحمه الله في هذه المناسبه. بالاضافه لذلك فهو هذا اللقاء فرصه كذلك اننا ننتخبوا الكتابه الوطنيه الكتابه الاقليميه النساء الاتحاديات بالمنطقه، اللي هي اليه من اليات الاشتغال ديال الحزب، واليه من اليات الانفتاح على فئات واسعه ورضا من النساء ديال الحي المحمدي واقليم عين السباحي المحمدي بكامل.